أهلا بيكم في قراءة تحليلية جديدة. خلونا ندخل في الموضوع على طول. تخيلوا معايا طالبة جامعية لسه عندها 22 سنة، قضت سنين من عمرها بتدرس نظريات ومفاهيم معقدة جدا جوه قاعات المحاضرات المكيفة، وفجأة بتلاقي نفسها في أول يوم تدريب ميداني ليها في منطقة عشوائية غير مخططة، وجها لوجه مع قسوة الواقع. في شرحنا النهاردة هنحلل دراسة حالة استثنائية جدا بعنوان شجرة في الزحام. هنتتبع مع بعض رحلة نادية طالبة الخدمة الاجتماعية، ونشوف إزاي قدرت تسد الفجوة الهائلة بين اللي درسته في الكتب وتحديات الشارع الحقيقية. دي مش مجرد دراسة، دي رحلة اكتشاف وفهم عميق للمجتمع على أرض الواقع. وعشان نستوعب التحول ده بشكل كامل قسمنا تحليلنا ل5 دروس تعليمية سريعة استخلصناها من يوميات نادية. هنبدأ بصدمة البداية، وبعدين مهارات المقابلة، إزاي نكسر الجليد، طرق حشد الموارد، وهنختم بأهم درس إدارة الأزمات. طيب خلونا نبدأ بالدرس الأول، صدمة البداية ولغة الواقع. اللحظة اللي بنخرج فيها من باب الجامعة لساحة مدرسة ابتدائي في منطقة شعبية. التركيبة هنا مثيرة للاهتمام جد. تخيلوا المشهد، نادية واصلة أول يوم بلبسها الرسمي وماسكة ملف مليان نظريات، فاكرة إنها هتطبق ده بالحرف، بس بتصطدم بواقع مختلف تماماً. بنلاقي أستاذ حمادة المشرف الميداني اللي عنده 50 سنة، مرهق من الروتين بس مليان بحكمة الشارع. وعندنا توطة تلميذة ذكية جدا عندها 12 سنة بس بتغيب كتير، ووالدتها اللي بتعاني من فقر مدقع. وكمان مننساش عم صالح الحداد الستيني اللي بيعتبر قوة حقيقية في المنطقة. الشخصيات دي هي اللي هتعلم نادية الشغل بجد. وهنا بتحصل أول غلطة كلاسيكية لأي حد مبتدأ، وهي افتراض إن كلام الكتب هينفع في الشارع. نادية وقفت في حوش المدرسة وراحت مدية البنات خطبة عصماء عن أهمية التعليم ومستقبل الفتيات. طب إيه اللي حصل؟ البنات بكل بساطة ضحكوا على طريقتها وكلامها الغريب عنهم وسابوها ومشيوا. الموقف ده بيوضح الفجوة الخطيرة جدا بين لغة الأخصائي ولغة الناس. لو مش بنتكلم بلغتهم وبطريقتهم مستحيل يسمعونا. في اللحظة دي بيتدخل أستاذ حمادة وبيدي نادية نصيحة تتوزن بالذهب. قال لها اسمعي، مش بس بتتكلمي. بيعلمها إن الملاحظة دي أداة سحرية، ولفت انتباهها لتوضة وهي بتدخل من الباب الخلفي للمدرسة بهدوء وهدومها متسخة. التفاصيل البسيطة دي اللي المشرف لمعها بعينه الخبيرة هي اللي هتفتح الباب للقصة الحقيقية، مش الخطب الرنانة خالص. من مجرد الملاحظة بندخل على الدرس التاني، المقابلة والتعاطف المهني. وهنا بيظهر تحدي عاطفي كبير جدا. إيه الفرق بين إننا نتعاطف كبشر عاديين وإننا نتعاطف كمهنيين؟ لما نادية قعدت تتكلم مع طوضة واكتشفت إنها بتغيب عشان بتشتغل خادمة وتجيب فلوس لبن لأخوها الرضيع المريض، نادية ما استحملتش وانهارت من العياط مع البنت. المشكلة إن التعاطف الشخصي زيادة ده بيدمر الشغل الميداني لأنه بيفقدنا الموضوعية. الصح هو التعاطف المهني، يعني نحس معاناتهم ونفهم جذور المشكلة، بس نفضل متماسكين عشان نعرف نساعدهم بجد. نيجي بقى للمرحلة الأصعب، كسر الجليد مع الأسر دي. إزاي ندخل بيوتهم ونبني ثقة مع ناس ممكن يكونوا رافضين أساساً إننا نكلمهم؟ الموقف ده بيشرح نفسه. لما نادية راحت تزور أم طوضة في بيتها البسيط، الأم قابلتها بهجوم وصرخت فيها: أنت بتدفعي لي أكل؟ روحي قولي لربنا. نادية اتصدمت وخرجت بتعيط، بس هنا أستاذ حمادة فهمها سر المهنة. المقاومة دي مش شر، دي مجرد تكتيك دفاعي عشان الأم دي تقدر تعيش وتبقى على قيد الحياة في ظل فقر مدقع. هي مش بتكره بنتها أكيد، ده بس صراع من أجل البقاء. لما بنغير نظرتنا للموضوع بنتعامل مع الهجوم ده بتفاهم مش بشكل شخصي. طيب الحل إيه عشان نكسر الجلد ده؟ المشرف حط خطة بسيطة وعبقرية. أول حاجة، ندخل البيت بهدية رمزية، كيلو سكر وباكو شاي. حاجة بسيطة جدا بس بتغير شكل الزيارة تماما وبتفتح القلوب. تاني حاجة، نرمي لغة المؤتمرات دي على جنب ونستخدم لغة الشارع والمجتمع. وتالت حاجة، نركز على الاحتياجات الفورية، يعني ما ينفعش أكلم أم عن أهمية التعليم والطفل أصلاً بيت جعان. الدرس الرابع بياخدنا لمستوى تاني خالص، حشد الموارد المجتمعية المتاحة، وإزاي نربط المشكلة بحلول من قلب الشارع. إحنا هنا اكتشفنا إن الموضوع أكبر بكتير من مجرد غياب بنت عن المدرسة. إحنا قدام شبكة معقدة من الفقر والبيروقراطية. المدرسة قطعت وجبة الأكل عن طوضة عشان بتتأخر، وأخوها الرضيع مش عارف يدخل الروضة عشان ملوش شهادة ميلادي. يعني التدخل هنا محتاج استراتيجية متكاملة، مش مجرد كلمتين نصيحة. وهنا بقى نادية بدأت تلعبها صح، وبدأت تستغل الموارد اللي حواليها بذكاء. راحت اتفاوضت مع المدرسة لحد ما رجعت وجبة الأكل لطويدة، وده شيل هم كبير.
بعدها راحت لعم صالح الحداد وأقنعته ياخد أخوه طويدة في الورشة كصبي عشان يخفف العبء عن الأم وطويدة تفضل لدراستها. مش بس كده، دي تواصلت مع مؤسسة أهلية عشان تطلع شهادات الميلاد ليهم. ده هو الشغل الميداني الحقيقي، تشبيك الموارد لحل العقد. ونوصل للدرس الخامس وذروة الأحداث في يوميات نادية: إدارة الأزمات والحفاظ على الحدود المهنية لما الدنيا تتقلب فجأة. فجأة بتحصل مصيبة. طوضة بتتعرض لتحرش من سواق توك توك في الشارع. الأم من رعبها على بنتها بتحبسها في البيت وتمنعها من المدرسة نهائي. اللحظة دي خلت نادية تفقد أعصابها تماماً وتتورط عاطفياً لدرجة إنها نزلت الشارع بنفسها وراحت تهاجم السواق ده. دي نقطة اختبار حقيقية ومهمة جداً لفكرة الحدود المهنية. عشان كده جملة أستاذ حمادة ليها هنا كانت زي الدش الساقع بس في الجون. قالها بحزم: انتي مش بطل خارق، انتي أخصائية، دورك تحمي الضحية وتغير النظام، مش تعملي بلطجة. الجملة دي بتلخص كل حاجة. الأخصائي مش سوبرمان بيجيب الحق بدراعه. التدخل المتهور بيعقد الدنيا وممكن يضر الضحية أكتر ما يفيدها. لازم نحافظ على حدودنا المهنية مهما كان الموقف بيغلي. طيب إيه هو التصرف الصح؟ أستاذ حمادة وجه نادية للمسار المظبوط. أولاً، نعمل محضر رسمي في الشرطة عشان نحفظ الحقوق. ثانياً، نتواصل مع الجهات المختصة زي خط نجدة الطفل. وثالثاً، ندور على بديل عملي وآمن زي إننا نحول أوضة لمدرسة مجتمعية قريبة من بيتها أمان ليها. ده هو الانتقال الحقيقي من الانفعال والعشوائية للحلول النظامية والقانونية. وفي النهاية بنشوف ثمرة الشغل المنظم ده. توضع قاعدة بأمان في فصل المدرسة المجتمعية، لابسة ونظيفة ومبتسمة. ولما نادية راحت تودعها، توضة ادت لها هدية بسيطة بس معبرة جدا، رسمة لشجرة كبيرة بتحمي تحتها زهور صغيرة. الرسمة دي مش مجرد شخبطة طفلة، دي بتلخص التأثير الحقيقي والعميق للتدخل المهني الصح. ونختم تحليلنا بالسؤال العظيم اللي كتبته نادية في تقريرها: يا ترى إحنا دورنا كمهنيين إننا نكون منقذين بنحل كل مشاكل العالم بعصاية سحرية، ولا دورنا الحقيقي والواقعي هو إننا نزرع بذور الأمل في تربة صعبة ونوفر لها الدعم لحد ما تكبر وتطرح؟ سؤال بيخلينا كلنا نعيد التفكير في معنى كلمة تأثير. شكراً إنكم كملتوا معانا الرحلة دي، ونتمنى تكون وضحت لكم صورة الشارع الميداني على حقيقتها.